أختصر عليكم المطلوب، وهذا ما أنصح به نفسي وأنصح به إخواني وأحبابي. أول واحد، وهذا أهم واحد حقيقة، هو أن تقلع تمام الإقلاع عن كل شيء يغضب الله، في جوارحك، في لسانك، في عينك، في بصرك، في أذنك. هذا أضعف الإيمان يا أخواننا. رحمات الله وبركاته وخيراته وأنواره تنزل على الأرض في هذه الأيام، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وأخونا قاعد شو عم يعصي الله. أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، وهو أهم شيء أن تبتعد عن المعصية. ليش هو أهم شيء؟ هذا أعظم شيء يحبه الله. الله عز وجل يحب من عبده أن يترك المعصية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، بدك تبتعد عن المحارم في هذه العشر. توب إلى الله، يا ربي خلاص العشر أنا تبت إليك، وأرجو الله أن يثبتك بعد العشر. اتق المحارم. وبعض العلماء قال بتعظيم اسم المعصية في الأشهر الحرم، لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم كلها، شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. لذلك أول شيء وأهم شيء أن تترك معصية الله في هذا العشر. الأمر الثاني أن تعتني بفرائض الله. أن تعتني بفرائض الله، يعني الفرائض هي من أهم ما ينبغي على المسلم أن يعتني به، لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فحافظ على الفرائض، وأهمها فيما يتعلق بينك وبين الله الحفاظ على صلاتك. الصلاة أن تعطيها أهميتها في هذا العشر، أن تؤديها في أول الوقت. وأنصحك كما نصحتك قبل أسبوعين من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصحتكم بصلاة الجماعة. هذا وقتها أيها الأحبة، أن تحافظ على صلوات الجماعة في هذا العشر المبارك، وأن تحافظ على خشوع هذه الصلوات وأن تتدبر فيها. واعلم أيها الأخ الحبيب، أيها الشاب المقصر في صلاتك، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل العبد عنه من عمله يوم القيامة شو هو؟ الصلاة. أول شيء يسأل عنه، فإن صلحت كانت كاملة تامة فقد أفلح وأنجح، وإن لم تصلح فقد خاب وخسر. وفي رواية ثانية: فإن صلحت صلح كل شيء بعدها، وإن لم تصلح لم يصلح شيء بعدها، لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء إذا ما في صلاة نهائيا. لذلك أيها الأحبة، الأمر الأول والآكد أن نبتعد بعدا شديدا عن معصية الله. الأمر الثاني أن نحرص كل الحرص على فرائض الله. الأمر الثالث وهو الأخير أن تكثر ما استطعت من أداء النوافل والقربات. اعلم أيها الأخ الحبيب أن الله إنما أوجدنا في هذه الدنيا لماذا؟ لندفع ثمن الجنة. أول قسط: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا أول قسط. بعد منها بدك تشتغل، بدك تجتهد، الإتيان بما استطعت من النوافل. ما خلقك الله في هذه الدنيا لتكد وتعمل وتأكل وتشرب وتتزوج. هذه أشياء تأتي طبيعية مع كل الخلق، لكن الله عز وجل أوجدنا لنكثر من الأعمال الصالحات، لندفع ثمن درجات الجنان، لأن الله عز وجل قال: ولكل درجات مما عملوا. فأن نكثر في هذه الأيام العشر، هذه أيام مباركة تضاعف فيها الأجور إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أن تكثر من النوافل. أذكرك بهذه النوافل: